أنا مريم، نسكن في فرنسا، عندي 25 سنة في الكوت دازور. اليوم جيت باش نحكي لكم حكايتي مع مرض سرطان الثدي اللي انتصرت عليه، واللي معناتها ما يلزمش حتى عبد يخاف منه المرض هذا، خاطر أي عبد ينجم ينتصر عليه ويقف على ساقيه وما يلزموش يهبط يديه. أنا كيفاش اكتشفت المرض هذا؟ نهار اللي هو نورمالمون معناتها أي امرأة تقوم بها الجيست هذه اللي هو تمس الثدي متاعها. أنا كنت قاعدة وحطيت يدي على صدري وحسيت اللي هي فما كعبورة صغيرة قد كعبة الجلبانة. ما فريمون ما حطيتش اللي سرطان الثدي، كانت آخر حاجة نخمم فيها. اليوم تغدو مشيت للطبيب وعطاني الماموغرافي وعملت الماموغرافي، ومن بعد نهار انا في الخدمه، نهار 25 سبتمبر الدنيا سخونه، انا في البيرو وجاتني مكالمه من عند الراديولوج اللي يعمل لي الاشعه نتاع الماموغرافي، وقال لي من صوته انا عرفته، معناتها صوته كان مش قوي. انا بالعكس انا هو اللي قلت له تحب تقولي لي انا عندي سرطان الثدي؟ قال لي اي مدى. علقت تسويت وحسيت نهارتها الطقس سخون، يظهر لي حكايه 28 29 درجه، حسيت بروحي كايني شتاء، وليت نرعش بالبرد وبالحق ما عادش نشوف، الدنيا ولات ظلام قدامي وما لقيت ما نعمل. الدنيا تسكرت كما قلت قبيله، السماء تهبط على رؤوسنا ولافي معناتها تقف غاديكا، حسيت حياتي وقفت وسيي، خممت في الموت. طلبت الطبيب نتاعي وقلت له حكيت له، قال لي غدوه يجاني باش نقوموا بالاجراءات اللازمه لسرطان الثدي. اليوم غدوه مشيت للطبيب، قابلته، حكيت له الحكايه وهزيت له الماموغرافي، قمنا بالعمليه. العمليه هي بسيطه معناتها برشا، معناتها بت ليله في الكلينيك كهو وروحت الصباح، لكن كي روحت قلت يلزمني نمشي نعمل فواياج باش نتفرهد شويه قبل ما نبدا الراديوثيرابي. شاورت الطبيب نتاعي، قال لي اي سورتو معناتها هذه حاجه باهيه برشا. وقتها عملت فواياج، مشيت لمراكش وقعدت جمعة، بالحق قعدت مع نفسي وقعدت مع روحي وبديت نخمم وقلت يا مريم المرض هذايا مش هو باش يقوى عليك، انت باش تقوى عليه، انت باش تنتصر عليه، انت باش تفوتوا. هو مرض بالحق يخوف، في كلمة يخوف، ما يظهر لي اي عبد ينجم ينتصر عليه. دونك شديت قوايا الكل وقلت انا باش نحسب روحي اليوم تولدت من جديد. كملت الفواياج نتاعي اللي هو كان لي تري بينيفيك، معناتها في مصلحتي، خاطر خممت في برشا حاجات. روحت لفرنسا كنت معناتها عندي قوه كبيره برشا برشا اللي عمري ما حسيتها في حياتي. بدينا بالراديوثيرابي ونحيت المرض هذايا من مخي كومبليتمون. قلت انا باش نقوم بالاجراءات الطبيه الكل، اما في الكفه الاخرى يلزمني حياتي تتبدل. حياتي تتبدل. انا من قبل كنت من نعمل سبور، كنت معناتها نجو فواياج، معناتها نسافر، نتحرك برشا، مي قلت يلزمني نزيد اكثر، يلزمني معناتها جو فيها تونسيون على الماكله ناكل فيها، سبور نولي اكثر، وسورتو نبعدوا على ستريس والمشاكل وكل شيء. بديت حياتي كل يوم سبور، ماكله باهيه، معناتها نفركس، نحب ديما نكون مع العباد اللي فرهدوني، العباد اللي ما معاهمش مشاكل، بعدت على ستريس اللي هو معناتها نعيشوا فيه كل عبد، ما واحد يلزمه كمان يبعد عليه شويه. كنت معناتها نشوف الدنيا، وليت جو فوا لا في اون روز كما يقولوها، ما عادش نشوف في حتى شيء سلبي في الدنيا. وحياتي بدات بشويه هكاكا والحمد لله اللي اليوم انا نحس في روحي انتصرت عليه. اليوم عندي 3 سنين و3 اشهر.
انتم تنجموا تسالوني تقولوا لي شنو اللي عاونك في المرض هذا. هما حاجتين، الحاجه الاولى هي شخصيتي اللي هي شخصيه قويه وعنيده. انا من النوع اللي ما نحبش اي مشكله تعرضني في حياتي ولا اي عرقله تعرضني في حياتي نقف قدامها ونتفرج فيها، لا، انا نفوتها ونتجاوزها وعنيده يظهر لي كيف كل انسان. والقوه متاعي زاده كانت عندي انا عائلتي، ما حبيتش ندخل حتى واحد في السيركل نتاعي، في الدائره نتاعي نتاع المرض، خاطر هما عاجزين باش يعاونوني. انا عملت كان على روحي، قلت معناتها خليتهم، قلت لهم بالحق حاجتي بهم يكونوا دايرين بيا، اما ما حاجتيش بهم يعيشوا معايا فترات معناتها اللي انا مانيش بالكدا. والحاجه الثانيه اللي عاونتني برشا برشا هي ايماني بالله ونعمه بالله. انا معناتها بعد المرض بعد العمليه زاده قلت نمشي نعمل عمره ونتقرب من ربي اكثر ويستجاب لي لدعوتي. زرت قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والكعبه، وبكيت كيف اي مسلم يلقى روحه في الوضع ذاك، والحمد لله ربي استجاب لدعوتي. روحت اقوى واقوى واقوى. والخلاصه في هذا الكل هو بعد المرض هذا واحد يعرف برشا حاجات على العيشه نتاعو، على حياته، اللي هو الصحة عندها قيمة كبيرة كبيرة كبيرة، وبالحق كما نقولوا في لغتنا متاع كل يوم ما تتشريش بالفلوس، لكن واحد الصحة ينجم زادا يربحها بعزيمته بقوته. أنا معناتها من وقت هذايا عرفت اللي يلزم أي عبد يعيش أي لحظة في حياته ويستمتع بها، أي لحظة متاع ضحكة يستمتع بها، قاعدة مع أصحابه مع عائلته مع أولاده مع كل عبد داير بيه، يلزم نستمتعوا باللحظات هذيا ونعيشوها بلينمون. لا في بال كيلكو سوا معناتها اللي عشناه. المرض هذا راهو قوي، المرض هذا راهو يزيد من حب للدنيا والحب للعباد، زاده يعطي برشا حاجات. دونك ما تخليوهوش هو يغلبكم، اغلبوه وراهو نبراو منه وما تخافوش منه. وانا هذه نصيحه عشتها اللي نعطيها لاي امراه واي راجل زاده، خاطر الامراض هذه السرطان معناتها الكل العبد راهو يبرى وما تخافوش منه، جوست يلزم تكونوا قويين وايمانكم بربي قوي. Thank you.